السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم متابعيني الكرام، مرحبا بكم في فيديو اليوم ومعلومة جديدة ولقاء جديد وصنف أيضا جديد. النهاردة صنفنا عبارة عن السمك المقلي بطريقة هنقول هتوفر في الزيت شوية. هنقول بطريقة مش هتستهلكي فيها بقى دقيق وبهدلي الدنيا حواليكي والزيت يسود منك بعد فترة والسمك يتشربه وتحتاجي كميات كبيرة من الزيت. لا، ده احنا نعمل الكمية القمر اللي انت شايفاها دهيت بكمية بسيطة جدا من الزيت، والآخر لحظة والآخر سمكاية هتلاقي الزيت عندك نظيف والسمك هيطلع مقرمش ولونه ذهبي زي ما انت شايفة بالشكل القمر ده، وبتكة او بمعلومة او بطريقة او بحاجة بسيطة جدا. تابعي معايا الفيديو هتعرفيها معايا. هنعمله مع الرز الابيض ومع شوية من السلطة وشوية من المخلل، وكده عملنا وجبة غذائية تكفي غدا يوم من ايام الاسبوع. تعال اقول لك حكمة اليوم. ما ننساش طبعا ندعم الفيديو باللايك، وتعليقك الجميل اكيد بيسعدني، ومتابعتك لمحتوية اكيد ده دعم ليا. ربنا يا رب يجعلنا ويجعله في ميزان حسناتنا جميعا يا رب، ويجعله لنا ذخر اليوم الدين. حكمة النهاردة بتقول انه البياض لا يعني الجمال، والسواد لا يعني القباحة. فالكفن لونه أبيض ولكنه مخيف، والكعبة لونها سوداء ولكنها جميلة وتصر الناظرين. فالإنسان بأخلاقه ليس بمظهره ولا بشكله. ولو كانت الرجولة بالصوت العالي لكان الكلب سيد الرجال. ولو كانت الأنوثة بالتعري واللبس السيء والمفتح من كل ناحية، واللبس اللي لا يليق لا بدينك ولا بإسلامك ولا بإيمانك، لكانت القردة أكثر الكائنات أنوثة. أنا هنا بوريكي طبعا السمك قد إيه مقرمش، سامعة؟ طالع مقرمش جدا بالطريقة اللي أنا هوريها لك خلال الفيديو. فقبل أن ترفعي عينيك وتطلبي من الله المفقود، انزلي عينيك واشكريه على الموجود. اللهم لك الحمد كما ينبغي لعظيم وجهك وجلال سلطانك. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. لك الحمد عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. اللهم آمين يا رب العالمين. طيب، خلينا أقول لك هنا هوت إنه سقراط بيقول انه يميل الناس الى المبالغة في كل شيء الا اخطائهم لا تستحق النقاش. سبحان الله. هنا طبعا عندي هنا بقى السمك. طبعا حبات السمك الصغيره اللي هي قد مشط الايد دهيت. ساعات بتظهر لك كده في السوق، بتحس ان انت عايزه تجيبيها تعمليها مقرمشه كده وجنب شويه من الرز وشويه من السلطه، وبيبقى سعرها كمان متهاوت شويه عن سعر السمك اللي هو حجمه كبير شويه. بتغسليه قوي قوي ونضيفه زي الفل من جوه كده بشويه طحين، دقيق، شويه ملح، شويه خل، وتشطفيه عده مرات وعصره ليمون، وبيبقى ابيض وزي الفل. هنا بقى الخلطه السحريه بتاعتنا عباره عن ايه؟ معلقتين كبار من الدقيق او الطحين، تمام. حط عليهم بقى شويه من الكمون، شويه من الكركم، وده اللي بيديله اللون الذهبي القمر اللي انت شفتيه في اول الفيديو، وشويه من الفلفل الاسود، وشويه من الملح، وبس خلاص. وقلبي الكلام ده كله مع بعضه كده زي ما انت شايفه كده اهوت. يبقى معلقتين دقيق او طحين، عليهم شويه من الكركم، عليهم شويه من الفلفل الاسود والكمون والملح. وقلبي بقى الكلام ده كله بشويه من الميه. قلبي 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 لحد ما يديكي قوام متوسط، لا هو سميك تقيل قوي ولا هو خفيف زي الميه، لا يعني يكون نوعا ما متوسط يعني. خلاص اهو. لو عايزه تحطي معلقه من النشا على القوام ده برضو يا سلام، يطلع السمك مقرمش جدا. انا هنا ضفت شويه من الشطه الحاميه، براحتك، عايزه تحطيهم حطيهم، مش عايزه خلاص يعني حاجه ترجع لك. خلاص بالشكل الجميل اللي انت عايزاه. عايزه تحط برضو عصره نص ليمونه مع الخلطه دي برضو مفيش اي مشكله خالص. شفت الخلطة القمر اللي عملناها دي؟ وبس خلاص، ولا نحتاج بقى كميات كبيرة من الدقيق ونبوظها او نخربها واحنا بنبطن السمك فيها، ونقعد ندلدق دقيق على الارض والارض تتبهدل والسجادة والبوتاجاز وايديكي والليلة دي كلها. لا بص، خدت شوية الصوص ده همت ونزلتهم على السمك بتاعي اللي انا غسلاه ومخليه زي الفل، ولا حاطه في قلبه تتبيله ولا حاجه، هي دي تتبيلته. يعني انا هنا بضرب عصفورين بحجر، اتنين في واحد. بتبل السمك هياخد من نفس طعم بقى التوابل اللي انا حطيتها دي، وفي نفس الوقت كمان ببطنه علشان لما اجي احمره. تمام
اهو بالشكل القمر ده. لو عايزه تحطي كمان نص معلقه من الثوم المفروم في الصوص دوت، حطي، هتديله طبعا ايه ريحه الثوم في النهايه. خلاص بالشكل الجميل ده. بسيبها بقى في التلاجة كده، غطيه كويس واسيبه في التلاجة مدة ساعة ولا حاجة. وبعد كده تعالي بقى على ده بعد ما طلعناه من التلاجة اهوت، بيبدأ طبعا ايه ياخد من التتبيلة القمر دي. وبعدين بتبداي هنا ايه تصفي اي زيادات على السمك، وتنزلي في الزيت الساخن بالشكل اللي انت شايفاه ده. شفتي الجمال؟ طيب خليني اقول لك هنا انه بنقول ان الانسان الذكي هو الذي يغلق فمه قبل ان يغلق الناس اذانهم عنه، وان قطرة واحدة من الاكاذيب بتفسد محيط من الثقة. الله الله على الجمال بس. بنقول هنا هو برضو انه لا تعلني عن تحركاتك قبل ما تقومي بيها، لانه سبحان الله فعلا زي ما الرسول عليه الصلاه والسلام قال: استعينوا على قضاء حوائجكم بالسر والكتمان. الانسان لما بيبدا، واحنا كلنا ما فيش اطيب من قلوبنا اللي في قلبنا على لساننا، ولو بنعمل حاجه بنبقى فرحانين وبنقعد نتكلم ونقول، وتبص تلاقي الحاجه دي فشلت وخابت من اولها كده. فالمفروض ان احنا نحاول نقفل نخيط بقنا شويه يعني لحد ما نخلص امورنا، وبعد كده نعلن عنها. هنا بقى شويه رز ابيض عادي خالص، مجرد ما شوحت الرز في معلقه من الزيت وعليها سنه من الكركم والكمون وغليت، ونزلت يا رب عليها ميه، ولما غليت نزلت شويه الرز الابيض مغسولين، وهيطلع لي رز ابيض جميل زي ما انت شايفه. بص السمك جماله، بص اللون الذهبي القمر ده، طبعا ده نتيجه الكركم. وزي ما قلت لك لو حطيتي معلقه من النشا برده مع الخلطه دي تبقى روعه روعه روعه. معلش هنا بقى انا طبعا بتعامل بالراحه شويه لانه انا ماسكه الكاميرا بايد وبشغلها بالايد الثانيه زي ما انتم شايفين كده. تمام. طبعا بنقول برضو هنا هوت انه لو انت مصابه بفقر دم او انيميا، عليكي بشرب عصير الفراوله او باكل الفراوله العنب والتوت، وطبعا اكل البدنجان الرومي، وكمان عندك هنا الكبده، وعندك هنا اللحم الاحمر. الحاجات دي كلها بتعاني فقر الدم. الفواكه الغنيه بالحديد. عندك هنا برضو بالنسبة للناس اللي بتعاني من الزكام أو الرشحة، عصير الليمون، عصير البرتقال، عصير الفراولة، أكل الجوافة أو عصير الجوافة. كل دي حاجات غنية بفيتامين سي اللي بيساعد على زيادة مناعة الجسم أثناء فترة الزكام أو الإنفلونزا أو الرشحة. هنا بقى مجموعة الخضار اللي متوفرة عندي، بس كام عود كده من الخس أو جرجير، مع مثلا بصلاية مع طماطماية. واعملي بصي انا بوريكي هنا من الاخر حبة من السمك، الزيت زي ما هو مقلش خالص، السمك ما تشربوش، السمك طالع ناشف جدا ما فيهوش نقطة زيت واحدة، وكمان في نفس الوقت طبعا مقرمش. وهنا الناحية التانية الرز بدأ يستوي تشرب، بنهدي عليه النار، والاخر نقطة زيت لاخر حبة سمك، الزيت نضيف ما فيهوش اي رواسب ولا سود معاكي ولا اي حاجة خالص. بنعمل بقى هنا بقى احلى طبق سلطة بالامكانيات الموجودة. يعني عندك خضرة بقى زودي وحطي واعملي طبق سلطة حلو كده جنب الاكلة القمر دي. لو عايزة تحمري شوية بطاطا برضو او بطاطس عشان الاولاد، ده برضو بيساعد شوية في انه الوجبة يعني تكفي عدد من افراد الاسرة. جملته بالشكل القمر ده مع معلقه البصل والليمون، وطبعا بنقدمه، ودي تعتبر وجبة غدا مكتفي العناصر الغذائية. انا حبيت اعرفك طريقة قلي السمك بطريقة جديدة وسهلة وبسيطة وغير مكلفة، وفي نفس الوقت كمان بتوفر لك في الزيت وبيطلع السمك مقرمش وناشف. ما ننساش ندعم الفيديو باللايك، ودعواتك ليا ودعواتنا لأموات المسلمين. إلى اللقاء في فيديو آخر، استودعتكم الله، مع السلامة.